المشكله دي بتواجه ناس كتير من المبتدئين اول لما يجوا يتعاملوا مع الاي سيهات. انا بشوف على الفيسبوك ناس بتصيح دايما ان لما بيجوا يشيلوا اي سي او يغيروا اي سي ويمسحوا القصدير اللي تحت منه الرجول بتشبك في بعض وبيبقوا مش عارفين يتعاملوا معاها ازاي. اللي هم مش عارفينه ان الرجول دي اصلا هي متصله ببعض، بس في ما بينها ماده السولدر ماسك اللي هي الماده العازله. في اجهزه اندرويد بالذات ساعات الماده العازله دي بتكون رقيقه قوي فبتنكحت وبتتشال مع التنظيف في مكان الاي سي. لو حصل ده معاك في ايفون اعرف ان انت كده جزار، انك كده بتخربش البورده، ايدك تقيله على البورده بالشيلد. فالنقط دي هي اوريدي واصله مع بعضها. اوقات انك تسيبها من غير ما تعزلها بتسبب مشكله. ايه المشكله؟ ان القصدير بيتجمع في ركن، فيبقى 3 كور اتجمعوا في مكان واحد فليكن هنا، فبيعملوا كره كبيره، فتلاقي ان الاي سي ما بيقعدش مكانه، ما بيلمسش نقاط البورده. تيجي تغير الاي سي تلاقي الوظيفه ما اشتغلتش، فترجع تشيل الاي سي تلاقي ان الجنب ده فاضي، القصدير اللي على الاي سي ما نزلش على البورده، وتلاقي ان في هنا كوره كبيره متجمعه واخده زاويه كده. فهنا لازم تعزل اللي ما بين النقط دي، اللي ما بين المسارات دي. في بعض الناس تيجي تعزل تلاقي ان القصدير بيعدي من تحت العزل. يعني انا عزلت، حطيت سولدر ماسك هنا وحطيت سولدر ماسك هنا، فاجي اركب الاي سي الاقي ان الاي سي ما اشتغلش، فاجي اشيل الاي سي الاقي برضو ان القصدير اتجمع في كوره من الثلاثه دول. ده راح ازاي؟ ما انا حاطط ماده عزل، بيكون القصدير عدى من تحت ماده العزل. ودي بتحصل كمان لما بيبقى فيه خربشه في الاي سي نفسه ونعزل النقط بتاعته، نيجي نشابلن نلاقي ان في كوره راحت من هنا للجنب التاني، النقطتين واصلين مع بعض، فتلاقي في كوره كبرت هنا والكوره دي صغرت. عشان نصلح الموضوع ده لازم نرجع الشيء لاصله، ان احنا نشيل طبقه القصدير اللي بقت ماسكه على النحاس اللي تحت السولدر ماسك اللي اتشال ده. بنكحت بالكتر لحد لما نشيل طبقه القصدير دي، فيبقى هنا في نحاس عليه قصدير، هنا نحاس مفيش عليه قصدير، وهنا نحاس عليه قصدير. لما يبقى الجزء ده نحاس مفيش عليه قصدير واعزل فوقيه بماده عزل كويسه، خلاص القصدير ما بيروحش للجنب التاني. زي ما انت شايف النقطتين دول هما متصلين مع بعض، بس اتشالت ماده العزل وكان عليها قصدير، فانا كحت في البورده، كحت في المسار، شلت من عليه القصدير، لونه بقى نحاسي. باين في الكاميرا لونه بقى نحاسي، ما بقاش فيه هنا قصدير. لما توصل لدرجه انا مش بقطع المسار، انا باكل منه الطبقه بتاعت القصدير اللي نزلت عليه، وبعد كده اعزل النقطه او اعزل المنطقه اللي انا كشفتها دي. انا بعد ما شلت الطبقه بتاعت القصدير حطيت شويه سولدر ماسك. نقطه السولدر ماسك ما تبقاش عاليه، تبقى مفروده على المسار، وكده انا عزلت زي العزل اللي كان موجود بتاع المصنع، اللي هو ادي النقطه دي مع دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي، كل ده متصل ببعضه. اذا انا وانا بشيل بالشيلد، بشيل القصدير بالشيلد كحت في البورد ده، فبورد الاندرويد سهل قوي ان القشره العازله دي تتشال وتشبك لك بقى النقط كلها مع بعضها. هي المشكله دي بتحصل في الاساس بسبب ايه؟ اولا في اجهزه اندرويد الماده دي بتبقى رقيقه قوي، ما بتبقاش قويه. ساعات تشيل الاي سي تلاقي ان انت ما عملتش حاجه لسه، الاي سي طلع بالماده العازله. طبعا ده في الاي سيات المحميه. لو الاي سي مش محمي وانا شلته وجيت امسح بالشيلد، فلازم تبقى ايدي رقيقه قوي مع البورد الاندرويد. بورد ايفون قويه وبتستحمل شويه. لو انا كمان بستخدم شيلد، الشيلد ده النحاس بتاعه مش كويس، ما بيمصش معايا القصدير اللي على البورده، فهتلاقي الفني بيعمل ايه؟ عمال بيكحت، بيروح ويجي عشان هو عايز الشيلد بتاعه يشد القصدير، بس الشيلد تعبان. او ان الكاويه نفسها راسها مأكسده، راسها لونها مسود، مش مديه البورده ولا الشيلد حراره كويسه. ما الماده السوداء الاكسده اللي بتبقى على السن ده بتعزل السن، فبتخلي الحراره اللي طالعه منه
اقل من اللي هي المفروض تكون طالعه منه. تالت حاجه ان القصدير ده بتاع المصنع، لما باجي اشيل اي سي، القصدير اللي بيكون موجود على البورده ده قصدير درجه انصهاره 217 درجه سيليزيه، ولا يحتوي على ماده الرصاص. ماده الرصاص دي ماده لينه. القصدير اللي احنا بنستخدمه 183 درجه، يعني منخفض في درجه الانصهار، كمان بيحتوي على الرصاص. احنا بنضيف ده على ده عشان نسهل ازاله قصدير المصنع. فلو انا جيت استخدمت قصدير في الاساس هو وحش اللي هو ال 183، وضفته على البورده، هلاقيه بيعجن مع قصدير المصنع. فحتى لو كاويتي كويسه والقصدير وحش، هلاقي ان القصدير عمال بيعجن. فانا لما اجي اشيله بالكاويه ما بيتشالش معايا بسهوله، فتلاقيني او تلاقي الفني عمال ايه يعدي مره واثنين وثلاثه عشان يشيل القصدير القديم. بينما هو لو معاه قصدير كويس وكاويه كويسه وشيلد كويس، هو مش محتاج ان هو يعدي ويفضل رايح جاي، هتلاقي الموضوع معاه سهل جدا. فالثلاث حاجات دول هم عامل يخلوا الفني يقع في المشكله دي: القصدير والشيلد والكاويه. لو الكاويه كويسه والقصدير مش كويس هتحصل مشكله، لو الشيلد مش كويس والكاويه كويسه والقصدير كويس هتحصل مشكله. هما الثلاث عوامل دول. القصدير بيحب السخونه، القصدير بيحب الحاجه السخنه. فانا اذا حطيت كاويه سخنت الشيلد كويس وابتديت ان انا امشي بالراحه بدون ضغط على الكاويه وبدون كحت في البورده، مش هيحصل معايا